ويمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار. الماضي يهدينا خير دروس للعمر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لماذا يعتبر بعض الناس أسئلة التفكير زندقة أو فتنة لا تفتن الناس؟ وبعضهم طبعا يعتبر الفلسفة كلها هذه زندقة وفتنة. لماذا نحن أمة العلم، نحن أمة التفكير، نحن الذين رفضنا الجهل ورفضنا العبودية لمن قبلنا والتقليد، لماذا اليوم يعتبر البعض أسئلة التفكير وبما فيها الفلسفة كلها زندقة أو فتنة؟ طبعا الذي يدعو لذلك هو الجهل الذي يجعل الإنسان يخاف من كل أمر جديد. الناس اللي متعودة على شيء فترة طويلة، هؤلاء إذا ما كان عندهم علم يعتبروا الشيء الجديد هذا انحراف وضلال وبعد عن الدين وفتنة وبلبلة، ونسمع المصطلحات دائما. لماذا الجهل لو عالجناه بالعلم سنجد أنها أسئلة طبيعية تعامل معها البشر، وبالعكس ساهمت في نمو البشرية ونهضتها. طبعا هنا يأتي سبب تاريخي في الإسلام، في المسلمين وليس في الإسلام، وهو أن طريقة تعامل العلماء مع تلاميذهم، وهناك استثناء لمدرسة الرأي أبو حنيفة رحمه الله ومن سار على هذا المنهج، مثل يعني التابعين لهذا المنهج الحنفي، الباقون استعملوا أسلوب التلقي، تحفيظ تلقي. طبعا في استثناءات، لكن أنا أتكلم هنا أن في مدرسة نقل ومدرسة رأي. مدرسة النقل اعتمدت على النقل، على التلقي، على الحفظ، على الاستسلام لرأي الشيخ. وبينما كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يطرح مسألة ويسكت ويخلي تلاميذه يتحاوروا ويتناقشوا، وهذا يرد على هذا، وهذا يجيب بالدليل، وهذا يجيب دليل آخر، وهو يراقب ويشوف من فيهم اللي عنده قدرة منطقية أكثر. وبعدين إذا استقروا على رأي صحيح تركهم، وإذا وجد أن عندهم خلل أضاف أدلة، وأحيانا يستفزهم باستفزاز فكري ليس استفزاز أخلاقي، استفزاز فكري بمعنى أن ما تقولون في كذا وما رأيكم في كذا، وإذا حدث كذا ما هو الحكم، فهو يجعلهم يفكروا. هذا يختلف عن طريقة التلقي التي تجعل الإنسان لا يستعمل تفكيره. أيضا هناك نظرة سطحية انتشرت بين العلماء وما زالت للأسف إلى اليوم، نظرة سطحية عند العلماء أن الإسلام ضد الفلسفة. الفلسفة هي البحث عن الحكمة، الفلسفة هي البحث عن فهم النفس، عن فهم الذات. أين الخلل في هذه المسألة؟ كون أن طبعا بعض العلماء الفلاسفة طرحوا أسئلة ووصلوا أحيانا إلى نتائج تخالف الدين، الرد عليهم هو ليس بمنع الفلسفة، وإنما الرد عليهم هو بالدليل والبرهان والإقناع. هكذا نطرح، وسأخصص تفصيل كامل لهذه المسألة إن شاء الله. أيضا صار هناك يعني تعود تاريخي على فكرة، وهو الجرأة بالهجوم على كل مخالف، إلى درجة فيها استهزاء وفيها استخفاف، بل أحيانا كلام بذيء، سامحوني، وللأسف يستعمله بعض العلماء في السلف واليوم. اليوم نشوف واحد يناقش رسالة دكتوراه يصف شيخ جليل بكلمة بذيئة، وأنت قاعد أنت في مجلس علمي وتناقش رسالة دكتوراه وتستعمل هذا الأسلوب. فهذه الجرأة بالهجوم المبتذل على كل من يخالفهم ومن لم يتعودوا عليه، هذه منهجية يجب أن نواجهها. أيضا وهذا من الخلل الكبير أن عندما تعرض أفكار الآخرين ما نسمع منهم، نسمع عنهم،
وبالتالي تطرح أفكار الفلاسفة ولا أصحاب الرأي الآخر مجتزأة، يجوا محاضرة كاملة لكلامي ساعة ونص يأخذوا منها 20 ثانية ويحطوها، شوفوا هذا منحرف هذا ضال. ما هذا المنهج، هذا منهج ليس علمي وليس شرعي حتى. طبعا أنا لا ألوم الطرف الآخر، أحيانا الطرح المختلف فيه استفزاز، فيه أحيانا أسلوب، فيه وقاحة حاشاكم أحيانا، هذا أيضا غير مطلوب. مطلوب الأدب، مطلوب الاحترام، مطلوب النقاش العلمي المنهجي، الطرح الكامل للآراء ورد الدليل بالدليل ونقاش الأفكار وليس الأشخاص. عندها نصل إلى تفكير. ودعونا من مسألة الزندقة. وفقكم الله تعالى لكل خير. ويمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار. الماضي يهدينا خير دروس للعمر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر.